يوم الجمعة أكثر من 1,000,000 دست عراقي من البصرة للفاو ينقلب يطلع ببطنه دولمة، والدولمة تلم ما تفرق. قصة الدولمة أشنو هي؟ اللي يحب مرته يحب الدولمة. وأنت ما تحب مرتك؟ لا ما أحب. الدولمة تجمع وتلم. أنا وباتي يخابروني عندنا دولمة سيب شغلي واطلع على البيت. يقولون اللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته، صحيح؟ اي صح. انت ايش تقين على هاي السالفة؟ تحب الدولمة؟ تفضحيني مصيبة. هسه تموت على الدولمه. زين أي قلبت والله. من الخوف لو طيب؟ لا على الطيبه طلعت ما كنت اعرف. اللي ياكل دور ما يحب مرته. ما لها علاقة النسوان بالدولمة. لا لها علاقة، لا 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 لها علاقة بلا مشاكل. اللي ما يحب الدولمه يعني ما يحب حميته. ما يحب حياته لو مرته. حجي يقول لك اكو مثل يقول اقطع علاقتك بالكل الا الاكل. لما الجماعة يجيبون هون دولمة راسنا نشيل القواعد. سامعين بدولمة زكية؟ الدولمة صارت رقم واحد. يابا اكو مثل مصلاوي يقول اللي يحب الدولمة يحب مرته، واللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته. فبهذا الفلوق راح نعمل استطلاع رأي بين الناس ونغشع آرائهم. خلوكم بالفلوق للأخير. عندنا استطلاع عن الدولمة. الدولمة بداعة الدولمة. تحب الدولمة؟ ايه شو ما احبه؟ شلون تحب الدولمة؟ انا احبها من الاول. اللي يحب مرته يحب الدولمة. اها اي هوني يقول لك اللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته. اكو هالشي شيء. اللي ما يحب الدولمة صحيح صحيح. ايه ما يحب وانت مرته. حجي تحب الدولمة؟ تفضحيني زين حجي معقول اللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته؟ اكيد اكيد. انت ايش تقين على هاي السالفة؟ ما اعرف انا يا دجي اسال الناس عن هذا الموضوع. صحيح اللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته. الدولمة هي مشكلة. الوحيد اللي يمكن اتوقع العراق يعملها في الليفله وطماطه وبصل وسلق وترتيبات. باقي الدول العربيه كان كلهم ورق عنب، معروف عنهم بس ورق عنب يعملوها. بس اشتهرت مبدئيا يعني خلينا نقول على مستوى وطني عربي الدولمه صارت رقم واحد. ام الضلوع وام اللاجعه. اللاجعة اهم شيء، لاجعة وحامضة الطقيق. زين هسه الحجي يقول اللي يحب الدولمة يحب مرته. والله هاي بقت ام الزقوب بالدولمه. اكثر الاكلات اللي هي تكون يعني على اللمي مثل الدولمه، مثل عندك الفاجع، عندك القوزي، الاكلات اللي هي احنا متعارف عليها. ايش تحب من الدولمة؟ بصل. اكثر شيء البصل، والبصل مع الدولمه يكون مع السنجاق. الدولمة أكلة تركية بالأساس، والدولمة تتكون من عدة ما أعرف يقولون حباشات بالموصل يقولون طبيخ المقادي لأنها منوعة فيها البصل وفيها السلق يعني مواصلة السلق. لكن غير دول يعملون ورق العنب. هاي ورق العنب واحد والدولمة واحد، والدولمة طيبة من تكون ناشفة ما تكون مايات. الحج يحب الدولمة ويخفي تمنايته ويخفي. وإذا كان جواته ضلوع وجواته بمبار. الله أكبر. وأطيب شيء عندي القرع والباذنجان. الحج يحب القرع والباذنجان. أنا نوباتي خابروني عندنا دولمة سيب شغلي واطلع على البيت. شو الدولمة تهز الكيان. الدولمة متميزة. هاي نوبات من يجون الأحفاد والبنات هذا متميزة. وطبعا يوم الجمعة أيضا أكو أكلات متميزة. الدولمة تجمع وتلم. اي والله. ومن يقعدون القشبي والنسوان يدون وتطلع طيبة الدولمة. تطلع طيبة. أكو منهم ذولي الأحفاد الصغار يريدوها ماوية ويريدوها أكل حامض وفقيق. أنا ما تعجبني الناشفة. الناشفة. وإذا كان جواتها خبز رقاق وشو من تنقلب بها فنيات. الرجال ما يعرف يقلبها، ما تخلي الصينية وهالشكل وتقلبها احنا والكل متجمع ويصفق بس دي ينشال الدست. يعني حقيقة الدولمة أكلة متميزة يعني عن باقي الأكلات، ولو احنا العروق والكباب والباشا. زين حجي هذا المثل يقول اللي ما يحب الدولمة ما يحب مخته. والله هذا المثل مضبوط. هذا المثل مضبوط. الحجي الاخ يقول لا ما مضبط. لا مضبوط. هذا اللي يحب موته يحب الدولمة، ما يحب الدولمة كيفه يابا لازم كل رجال يحب الدولمة. لا مرته تسخمها براسه. تحب الدولمة؟ بس هم احب الدولمه. وشو تحبه؟ والله يكون
يعني على الضوء. على الضوء. أيوة والله. يقولون اللي يحب الدولمة يحب مغته. ايه واللي ما يحب الدولمة ما يحب مغته. انت من اين يا جماعة؟ لا مثل هذا. ها ايه ما يريد يجاوب. تحب الدولمة يعني؟ حب الدولمة. يحب مغته. هاي هي. عمو تحب الدولمة؟ ايه ايش قد تحبه؟ حبه يوم ياكل ما عجز منها. لا بالله. ايه هاي اول رجاله شعب يقول يوميا اكل طب دولمة ليش؟ ما عجز طب منها. ليش؟ ايه؟ ما يجوا الدولمه ما يحب موته. دحقوا هذا وشهد شاهد من اهلها. ما يجوا الدولمه ما تحبه. قبل ما اسالك يقولون اللي ما يحب الدولمه ما يحب مرته صحيح؟ اي صح. ها ايه وشلون تحب الدولمه؟ انا احب الدولمه بالسماق. بالسماق. ما ولا مدري. وش تحب اكثر شيء بالدولمه؟ دولمه القرع ايه الباذنجان ايه بالعغيش ما بالسلق. العغيش يعني يبرغ على قولة يبرغ ايه يعني بالتركي يسموه دولماتنا. ايه زين ايه ايه يعني دول ملفوف هالشكل. اصيب الخاتون المعدلي تلف الدولمه يعني. يعني شكل استنى رجال اجيب له. يلا هسه نحول يمه. خلينا ناخذ المايك. يابا شلونك؟ على راسي. تعجبك الدولمه؟ اللي ياكل دولمه يحب مطلوب. لا يقلنا. بس شلون تحب الدولمه؟ كله ما حمضه. طيب يعني ايه من حمضه ما اكله. تحب دسمي؟ دسمي ايه دهيني. لازم طرف وشحم ينحط له. وشحم والحجم هذا شيء مرتبي. ده هي بس الاكل هالشكل يتغزل بالاكل. كله دسم. باكات وما باكات وتشريب وقليه. نريد تحكي لنا ايش يعجبك من الدولمه؟ كل شيء عندنا. السلق طيب. ايه القراع طيب. باذنجان طيب. البصل طيب. ايوه كله طيب. واللحم لازم يكون وخاصة خشن. إذا جواته شو اسمه ضلوع بعد الصيق أطيبين. وباقلي إلا شيء رقم. والدهن يسيح من يسيح هوني. يا شكل عملين يا شكل. الله يطول بعمرك يا ربي ان شاء الله تعيش وتاكل الدولمه. شرفنا. شوية ما نعرف عربي. انت من وين؟ أربيل. ألي أجر أتو دولمة حزناكي إيه؟ يعني جيني خود حزناكي. راستا؟ لا مو هيك مو أدي مو بالعكس. مو دومة. تموت من الدولمة. يعجبني عروق. الله عروق كباب. ايه ليش تكرهين الدولمة؟ ما يعجبني. حجي تحب الدولمة؟ انت تشلبتي الدولمه. اللي ما يحب الدولمه يعني ما يحب حميته. ما يحب لو مغته. لا حميته. يقولون ما يحب مغته. لا يحب ما يحب حميته. اي والله. شلون تعجبك الدولمة؟ والله تعجبني من هاي الحامضه. اي حامضه ايه من السماق ما يغلوا له مندزي. لا سماق من هذا الدوستك يسمونه بالعقرب. الحب يغلون هاي اهل الاول كلهم امهاتنا الله يرحمهم الاطفال كلهم. وش يعجبك من الدولمة؟ والله كله طيبين. كله طيب. حجي تحب الدولمة؟ لا والله ما احب. ليش؟ اي والله ما احب. بدي اكذب عليك يا اخي. ما يقولون ان ما يحب الدولمة. ما يحب مغته. وانت ما تحب مغتك؟ لا ما احب. حجي دير بالك تخشعين المقطع. اكو واحد هسه قال انا ما احب الدولمة. يعني ما يحب موته ولا شو؟ كلهم نفس الجواب. هو المشكلة يقول ما يحب الدولمة ما يحب مغته. ايه ما اعرف هي ما تتعب بيها تعرفين قهوه وباذنجان وسلق ها اكو قسم يخلون جوالها ضوع باقلي تمام. وتصير تطلع وحمض يخلوا لها تصير طيبه. انت شلون تعجبك؟ شويه حامضه. ودسمي؟ ايه دسمي لازم. يعني لازم المغة تضرب معاها طرف؟ ايه نعم. وش تحب اكثر شيء بالدولمة؟ قرع. على الرجال كلهم يحبون القرع. شنو السالفه؟ ماكو واحد ما قال احب القرع. القرع طيبي. القرع طيبي. انا لما الجماعه يجيبون هون دول مرة سنة اشيل القرع. راسا حطيت اشيل القرع. زين اذا رجعت على البيت والمرة كان عملت دس الدولمة شنو مشاعرك؟ مليحه طيبي. الشكل تفرح. معها فجل وبصل تعرفين بصل اخضر. وي اذا شنينه بعد اضبط. وراها تضرب عكس يم الصوبه وتنام. هذه تودع. الله يعطيك صحه وعافيه. زين منين جت تسميه الدولمه؟ كلمه تركيه. وهي اكله تركيه. لحقوا؟ افرا دولمه كله تركي. زين كم يوم بالاسبوع تحب تاكل دولمه؟ دولمه والله بالاسبوع مره واحده. حجي بالعافيه اعتقد. الله يعافيك. سؤال تحب الدولمه؟ لا والله ما احب الدولمه. يعني ما تحب مغتك؟
لا هاي شكل وهاي شكل. انا عم نحكي على الطعام. ايه بس هي اكو مثل مصلاوي يقول اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. إيه لا قديم بطل هذا. ايه والله بطل. انت تحب الدولمه؟ شلون ما احب الدولمه؟ اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. هذا الجواب السريع والمفيد. طبعا. شلون تحب الدولمه؟ والله الدولمه انا يعني احبها ماماوي يعني الصراحه، يعني احبها تعرف هي زوجتي يعني شويه مايه قليل. مايه قليل. ودسمي. ودسمي طبعا بيها لحم، نحن نخلي بيها لحم هبر وطرف نخلي بيها. بالالف عافيه. وش تحب اكثر شيء من الحباشات؟ والله يعجبني السلق والقرع بيها. وتكثر لك سلق وقرع؟ هي تعرف هي دائما تجري القرع بصفحه، تعرف اني يعجبني القرع. انا الصراحه انا كانت يعني قبل ما اتزوج كانت الدولمه ما تعجبني الصراحه، بعدين من قامت تعملها يعني زوجتي ام سليمان قامت تعجبني الصراحه. تحب الدولمه؟ لا ما احب الدولمه. يعني انت ينطبق عليك المثل اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. لا ما هذا مثل الامثال تضرب ولا تقاس. ما لها علاقه النسوان بالدولمه. لا لها علاقه. لا لها علاقه. بلا مشاكل. ابو رحمه تحب الدولمه؟ والله الدولمه رغم زوجي قمت احب الدولمه. المرأة مفعولة قوي. حتى تعرفون يعني يقولون اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. يعني بعد الجواز قمت احب الدولمه جديات يعني حكيت لك. يعني طيب ما كنت يوم الاكو دولمه ما بود على البيت كنت قبل. اقول لك كنا قبل ما محمد كنا نشع الدولمه ما نهزم. كانت من اختي تجي عندنا تجينا خاطره عندنا اختي ماكو تنعمل دولمه بس اغشع اقول هو اليوم دولمه. اي قد ما قلت ما كانت تعجبني. غير الاحوال والله قلبت 160 درجه. لا هسه تموت على الدولمه. زين قلبت من الخوف لو طيب؟ لا على الطيبه طلعت ما كنت اعرف. الباذنجاناي والفليفله. الفليفله مبورنكها مال الزبده، الفليفله مال قبل ما عمل السعده. كل ما يجيبوا لي دولمه الفليفله فوقاته. الله تعجبني الفليفله مبوراك تطلع نكهه. وتحب مغجغجي ماوي لو وين؟ ايه هاك شويه مغجغجي وحامضه لو شويه حامضه طبعا لازم. لا اي وعلى ضلوع وباقلي يعني تطلع شيء مرتبه. تخفض. طلعت رقم واحد الدولمه والحين ما نعرف. كل ايمتى تعملون الدولمه بالبيت؟ والله يعني بالاسبوع 3-4 مرات نعمل. ايه الحجي قبلك يقول مره بالاسبوع تكفي. لا احنا ياكلوها كثير والله بالبيت تعجبني والله لو يوميا ما نمل عنده. كثير طيبه. زين اللي تحب الدولمه ايش يقولوا له؟ تحب زوجها؟ هي ما هسه طلع انا سمعت هذا المثل يمكن. ابو رحمه بما انه انت تصنع اواني من النحاس، تنعمل الدست مال النحاس وعملت بينه دولمه؟ كثير كنا عملنا سود والله هسه على يوم وديته الدست على البيت مال من نحاس. وشلون يدولموا بينه؟ تنعمل بينه تخبر. هي بالنحاس تصير طيبه. طيب الدولمه بدست الفافون لو بدست النحاس؟ بالنحاس رقم واحد. انتهت. حجينا تحب الدولمه؟ اي والله احب الدولمه. الدولمه اكله يعني مفضل، بس يكون اللي الست اللي تعرف تسوي دولمه. مو اي دولمه. اكو مثل مصلاوي يقول نعم اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. مرته؟ إيه؟ والله احنا نحب مرتنا، احنا راح تسوي لنا مشكله عاد هسه حتى ما يخلونا نطب بالبيت بعد. لا عاد تسوي لنا مشاكل انت. لا هذا مثل ينقال بس احنا لا المثل احنا ما مشمولين بهالمثل. حجي تحب الدولمه؟ شو ما احبها واحب اللي تعملها. يا يابا زين هسه المثل بالسوق هسه صار لنا ساعه نقول ونحكي بينه اللي ما يحب الدولمه ما يحب مغته. تمام ما يحب مغته. تمام. واحد يحب الشيء اللي تحبه المرأة. فالدولمة وخاصة تكون يعني متنوعة. يعني من الباذنجان، من الفليفلة، من القرع. شلون تحب الدولمة؟ شوية حامضة. الغالي ماله بالسماق. الغالي ماله بالسماق والتمر الهندي. وانت تحب الدولمة؟ ليش ما نحب الدولمة؟ اليوم انا غايتي اسالكم تحبون الدولمة لو لا؟ شلون بلي والله. انت؟ شلون ما احبها وكنا احبها كون نشفي. ايه حتى ما يشخول بالايد. زين. ودهيني؟ طبعا شوية دهيني ما كثير. شلون تحب الدولمة؟ الدولمة تجيب المرأة طيبة.
نعمه. يعني ايش من تعملها ترضى؟ هذا نرضى خنشر. يعني ما تقول له محصغمي دهيني ما كثير؟ لا نعمه. بكل الحالات تاكلها. نعمه. والحجي شلون يحب الدولمه؟ والله احبها حامضه شويه. حامضه ومغلي بالسماق. بالسماق نعم. يقولون الدولمه المغلي بالسماق طريقه كردي ما مصلاوي. لا مصلاوي. المواصله هم يحبون الحمض. الكراد جابوها عن اصل وعلمونا نغليها. اي اشكم انه واحد يتعلم الشيء اللي سامعين بدولمه زكيه؟ والله سامعين بس ما المكونات ما نعرف يعني بها لا. دولمة زكية يعني بمعنى دولمة الفقير. بلا لحم. بلا لحم؟ لا بيها لحم بس شوية. عشان قلت يعني ايش ما مثل الدولمة العادية يعني. ولهذا يعني تكون لحمة قليلة. ولهذا احنا ما سمعنا. هذا راح يطلع لكم الفيديو، انا راح احكي لكم قصة الدولمة وانواعها ونختم الفيديو. هسه هالايام ان شاء الله. وايدك عاشتيتكم وخلف الله عليكم. الله يعطيكم صحة وعافية. خلي الحجي وخلي البنت. هي تابعوني راح تنزل. حد يعرف وقت غدوي وعتحرك تطلع على البيت. نعم. تحب الدولمة؟ مشان ما احب الدولمة. شلون تحبه؟ ما يحب الدولمة ما يحب مرته. يابا ماكو رجال ما طلع قال هذا المثل. شلون تحب الدولمة؟ كثير والله. اليوم عملوا الدولمة الخميس على الجمعة. الله. الصايمين الحجيها. الله يعطيكم صحة وعافية. الله يخليك. ايش تحب من الدولمة؟ والله كله البصل السلق. بس شلون تعمل الحجي؟ والله حامض حلو. حامض حلو. اي والله. يا يابا واللحم خشن بيها. خشن اي والله. باقي لي من جوا بس بلا بعد اطيب. يا يابا اطيب شيء بالحياة الاكل. اي الاكل اي والله. حجي يقول لك اكو مثل يقول اقطع علاقتك بالكل الا الاكل. الاكل اي. توافقني؟ المعدة اي والله ما يصير ضل عن المعدة. مثل السيارة بلا بنزين ما تمشي. قصة الدولمة اشنو هي؟ يقولون تم العثور على وصفة الدولمة في إحدى الألواح الآشورية مكتوب عليها وصفة الدولمة. هذا كان قبل ملك الآشوريين، كان يحب اللحم وعليكم السلام، مهيمنا بحب اللحم زين. فصار عنده مرض منع عنه اللحم، قالوا له الأطباء لازم تقطع اللحم. فنادى على زوجته الملكة وقال لها يا زوجتي العزيزة أنا لازم أقطع اللحم لأن صار عندي مرض ولازم أتعالج منه، فانزلي على الطباخين وقلي لهم خلي يقطعون عني اللحم. الملكة هوني كانت ذكية، نزلت على الطباخين ووجهتهم أنه يثغمون اللحم ناعم ويخلطونه مع التمن ويلفونه بورق العنب ويقدمونه للملك. فبعد شهرين الملك جاء على زوجته الملكة قال لها يا زوجتي العزيزة كوي أنا طبت وما ظل بي شيء وأريد آكل لحم. قالت له يا ملكي السعيد يا زوجي العزيز أنت أصلا ما قطعت اللحم، كل هالفترة كنت عتاكله مخلوط مع التمن وملفوف بورق العنب. ومن هوني انطلقت الدولمة، وهي هذه القصة اللي أقرب لي يعني الدولمة زين. فبعد ما انطلقت هذه الفكرة الدولمة طلعت أصليتها الكلمة تركي، هي معناها ظلمة بالضاء، بس احنا جماعتنا سموها الدولمة. والدولمة عند الأتراك اللي هي ورق العنب زين، وعند السوريين يسموها اليالنجي، وعند المصريين يسموها المحشي، وعند الفلسطينيين يسموها المحاشي. فالدولمة يعني اختلفت تسميتها من بلد لبلد، بس بالعراق أكيد كل طبخة تصل للعراق لازم يبدعون بيها، فقاموا يعملوها ويحشون ورق العنب ويحشون السلق ويحشون البصل والفليفلة والقرع والباذنجان، فكل هذه صارت أحباشات الدولمة. فالدولمة هاي الخاتون المعدلي اللي تجي تجمع الكنين والأولاد والبنات ويقعدون كلهم يوم الجمعة يعملون الدولمة، يلتمون هذه اللي تلف السلق لأن لفه حلو، وهذه اللي تثغم اللحم لأن ثغمه يعني حلو، وبالأخير يعملون الدولمة وعلى سوالف وقشبي، وهاي اتطلقت وهاي تزوجت ينلف دست الدولمة. ووقت القلبي بقى أم الأولاد تصيح زوجة تعال يا رجال اقلب الدست، وهسه الدست يصير جاهز وحار وقاعدين الأولاد حواليهم ويجون يقلبون الدولمة ويلم
دست الدولمة يلم. دائما احنا نقول الدست الكبير يلم، يعني معناته دلالة على انه العائلة كبيرة، والدست الصغير معناته انه العائلة صغيرة. فالدولمة بكل الاحوال تلم واكلتها طيبة، وكثيرين انشهروا باكلة الدولمة. هسه عندنا المسيحيين يعملوها بدون لحم، لانه عندهم اوقاتهم ما ياكلون الدولمة بيها لحم. الكراد علمونا نغلي الدولمة بالسماق، يعني هسه تخشعون أهل الموصل يغلون الدولمة بالسماق، هاي ما إحنا اللي يعني اخترعناها، وإنما الأكراد من كانوا يجون للموصل كانوا يجيبون معاهم السماق الجبلي، فعلمونا إنه إحنا نغلي الدولمة بالسماق. فأكثر من طريقة، أكو ناس تحط ضلوع وتحط الباقلي وتحط العضود مع السلق ويلفوها، واللف يكون معدل، ومن يقلبوها تنزل مثل القالب ومعاها خبز الحار. واكو ناس ما تقلب دست الدولمة اذا ما جواته خبزاي حارة ومقسبي ومع يعني دهناية الدولمة. انا دحكم من عندي جعتوا. وبصراحة هي هاي قصة الدولمة. بحثت كثير، ومن خلال اعدادي للفلوق عرفتوا ان الدولمة تعود للآشوريين، واخذوها من عندنا الاتراك وسموها ظولمة، وبعدين احنا سميناها دولمة. وبالاخير انعرفت الدولمة بالموصل بدولمة زكية. دولمة زكية هاي كان اكو مرة اسمها زكية بالمنطقة، اولادها اشتهوا الدولمة، قال يوم احنا يعني نريد الدولمة ناكل الدولمة. فزكية ما عندها غير قطعة لحم صغيرة، فاش عملت؟ قورت الباذنجان وثغمته، وقورت القرع وثغمته، والبصل ثغمته همينه، ومع وصلاية اللحم صارت الدولمة وصار دست كبير. فمن هوني انطلق على الدولمة دولمة زكية، أي دولمة الفقير. زين، فهوني اللي يسأل دولمة زكية من هي؟ هاي الدولمة مع الزكية. وهسه أغلب أهل الموصل يعملوها بهذه الطريقة. فالدولمة أنواع، والدولمة طيبة، والدولمة تلم، وكلتنا يعني من نسمع اكو دولمة بالبيت هالشكل قلبنا يفرح ونتونس. ويا ريت اذا بعد اكلة الدولمة نضرب عكس يم الصبة وننام ونتلفلف، يا نهاية العالم. اخشعتم آراء الناس. وهذا المثل اللي يقول اللي يحب الدولمة ما يحب مرته، ما اكو يعني انه هو مثل، والامثال تضرب ولا تقاس، وبالأخير ينقال يعني على مود الشقة، ما يعني صحيح. فبالأخير اكتبوا لنا أنتم همينة بالتعليقات، تحبون الدولمة؟ الناس سألناها، أكو ناس تحب الدولمة بالسلق، أكو ناس بالبصل، أكو ناس كل شيء تاكل بالدولمة، أكو ناس بس يحبون القرع. فأنتم همينة اكتبوا لنا بالتعليقات من إيد منو تحبون الدولمة، وإيش تحبون بالدولمة، وكم مرة بالأسبوع تعملون الدولمة. والتقيكم بفلوقات جديدة، مع السلامة.